والله يا جماعة الفيديو ده لا قصده نتباهى بيه ولا قصده أي شيء غير إننا نعرف الناس إن إحنا لو حبيتي تعملي إطعام بطريقة اقتصادية يلا بينا تعالي معايا نشوف هنعمل إيه. نصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالي أوريكي 60 قطعة من البانيه طلعتهم من فرختين خليتهم تماما، طلعت منهم العظم، عملت منه الشوربة اللي انت شايفاها قدام منك دي عشان أعمل منهم بقية الأكل بتاع الإطعام. الفرختين طلعوا لي 3 كيلو من البانيه بسعر، والفرختين بسعر 2 كيلو بس من البانيه، يعني انا كسبت كيلو زياده، وفرت 8 كيلو زياده من البانيه. هنا معايا البهارات بتاعتي كلها حطيتها فوق الشوربه، ودوبت الملح برده في الشوربه، وهسقي او هصب نص الشوربه دي على الصينيه دي والنص التاني على الصينيه التانيه. دي بطاطس انا ببقى مقطعه الاكل ده مجهزاه من بالليل، بصل وطماطم والبطاطس وكل حاجه مجهزاها من بالليل عشان يوم الاطعام يبقى يا دوب على التسويه وعلى تسويه الرز بس مش اكتر. حتى البانيه انا جهزته من قبلها بيوم وشويته واحده واحده على مهلي. ما خدش مني مجهود كتير لاني انا بحاول انظم وقتي علشان اطلع كل حاجه مظبوطه بالملي. طبعا الشوربه بتاعتي دسمه، بس ده ما يمنعش ان انا احط برده شويه زيت وحتتين كده من الزبده عشان تحلي طعم الاكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا كمان اكتر من كده. بصي البانيه عشان اطلعه كله متساوي وبنفس الحجم، بعمل علبه زي دي او المعيار ده، علشان اطلع كله نفس المقاس واحد عشان ما حدش يتظلم وكل الناس تاخد زي بعضها. بصي انا بشويه هنا على الوشين كده، مفيش ألذ ولا احلى من كده، ولو حبيتيه تقليه برده مش مفيش مشكله خالص. الشعريه دي انا ببقى محمراها كده ومخليها عندي من ضمن تفريزات رمضان علشان جاهزه كده على طول، يا دوب سخنتها في شويه زيت والزبده ونزلت عليهم بالرز. وانا لو احتجت شعريه طبعا موجوده عندي متحمره، لو احتجت شعريه في اي وقت حسيت ان الرز بتاعي محتاج شويه شعريه بروح مزوده. ودي ميزه ان انت يبقى عندك لسان العصفور والشعريه متحمرين وجاهزين وشايلهم عندك في دولاب المطبخ كده. مش بصي هيوفروا عليكي وقت كبير في رمضان. هخلص الرز بتاعي والاكل كده كان جاهز، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويكون الفيديو عجبكم، واستنوني ان شاء الله الجمعة الجاية في اطعام جديد بابسط طريقة واقل تكلفة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد الايام عليكم بخير، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.